انا هقولها لكم بصراحه بس محدش يزعل، انا بحب اقول لكم الصراحه من غير ما حد يزعل، ان انتوا ما بتحبوش الديمقراطيه. نحن لا نحب الديمقراطيه. ليه مش عايزين تواجهوا الحقيقه دي؟ معلش مذيع مجنون وهيقولها لكم. انتوا بتحبوا تعدد الاحزاب؟ انتوا بتحبوا واحد يرشح نفسه يبقى قدامه ناس؟ ده حمدين صباحي طلع عميل امبارح، عميل وشغال مع العراقيين اللي كان واقف جنبك في 30 يونيو وزميلي وصديقي حمدين صباح. انتوا او احنا، بلاش انتوا، انا اسف، نحن لا نحب الديمقراطيه. دي مش بلد ديمقراطيه، ولا عمر كان عندنا ديمقراطيه. قولوا لي مره، ولا عمر كان عندنا ديمقراطيه، لا في وقت مرسي ولا في وقت مبارك. هو حزب واحد زيكم زي كوريا الشماليه. دي حقيقه الامر. عايزين ديمقراطيه؟ اقبلوا البشر كلها، اقبلوا الناس كلها بكل تياراتها، اقبلوا الدستور اللي انتوا حاطينه، اقبلوا البشر التانيين. نعم الزوايا، تدوير الزوايا دي مساله مهمه جدا، الرئيس القادم لازم يعملها. او يا جماعه ببساطه شديده، انتم مضايقين نفسكم ليه؟ ما الحكم في كوريا الشماليه زي الفل، الحكم في الامارات زي الفل. الامارات ما فيهاش احزاب، سلطنه عمان ما فيهاش احزاب، ناس سعيده ومبسوطه وكل حاجه. السعوديه ما فيهاش احزاب، سعداء ومبسوطين. في قطر ما فيهاش احزاب، سعداء ومبسوطين. انتوا ليه؟ انا عايز اعرف بينك وبين نفسك كده والنبي، بينك وبين نفسك، هو احنا بنحب الديمقراطيه؟ هل كان عندنا نظام ديمقراطي؟ هل انتوا فعلا عايزين حد يرشح نفسه قدام السيسي؟ كم في المية؟ انتوا دايما بتحبوا شخص واحد، حزب واحد، كلمة واحدة وفكرة واحدة، عمركم ما قبلتوا التاني. عمرنا، انا اسف مش عمركم، عمرنا ما قبلنا التاني، عمرنا ما تعودنا ان يبقى في رأي ورأي اخر، ما عندناش الكلام.